حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا المبادرة بتاعت ال50 جنيه اللي احنا عملناها، الفكرة بدأت تنتشر يعني، والحمد لله ناس كتير اتقبلتها ومرحبة بيها. هعمل معاكم بقى زي مبادرة تانية بقى، ما انا ايه هشتغل مبادرات ان اكلنا يكون من غير فراخ ولا لحمه ولا سمك. وبصوا حاجه حلوه جدا، طبعا انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا منيو الاسبوع دوت ان شاء الله هيبقى من غير فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا اي حاجه من ديت. واول يوم بداتوا معاكم بالحلويات دي، رز معمر وصينيه بطاطس. بصوا يعني ما اخدش في ايدي نص ساعه الاكل دوت وكان يعني خلصان خالص. قطعت كده الجزر وحطيت عليه البصل وحطيت عليه يعني جزرايه كبيره، حطيت عليها بصلايه، حطيت عليها قرن فلفل، 3 4 بطاطسيات. عندك عايزه تحطي خضار حطي زي ما انت عايزه. طبعا التوابل زي ما قلت لكم انا ما بحبش التوابل الكتير في الاكل، هو يدوب اديتها رشه بابريكا كده معلقه محترمه، ورشه 7 بهارات، ومعلقه فلفل اسود صغيره، وسنه كمون. بصوا بقى، صينيه البطاطس ممكن اكتفي بيها كده وتبقى صينيه بطاطس بيضه، بتبقى تحفه. بس انا عايزاها صينيه بطاطس حمراء، فهحط لها ثوم وهحط لها زيت وضرب لها كده حوالي طماطميتين في الخلاط. لو اول مره بتتفرجي عليا، مرحب بيك يا ست الكل في القناه، وما تنسنيش في الاشتراك والشير والسبسكرايب، وادخلي كده خدي جوله في القناه وقولي لنا ايه رايك. وانتوا حبايب قلبي يعني طبعا عارفين اللي انا عايزاه منكم، اوعوا تنسوا اللايك، وكمان يعني لو اتفضلتوا عليا بكومنت حلو كده وبشير. وبصوا اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. زي ما قلت لكم بقى كده، حطيت عليها معلقه زيت ذره، وكده بالنسبه لي صينيه البطاطس خلصت. احط لها الطماطم وهولع الفرن. طبعا انا مشغله الفرن عشان يسخن، علشان اول ما احط الرز بتاعي يعني يغلي كده على طول. لاني بصوا الرز المعمر اول ما بتحطيه في الفرن بيحب النار العاليه. انا بعد ما بعمله بدخله الفرن، بولع الشوايه ياخد وش من فوق، ببقى مولعه الفرن فوق وتحت ياخد وش من الشوايه من فوق. بعد كده بروح طفيها ويكمل السوا بتاعه. كده صينيه البطاطس بتاعتنا خلصت اهيت، وبقت بصوا فله شمعه منوره، يعني حاجه كده بتقولي كليني، ريحتها اقسم بالله تحفه. اصلا يا جماعه صينيه البطاطس انا بحبها باي طريقه، ان كانت بيضه ان كانت حمراء ان كانت محشيه، المهم ان هي صينيه بطاطس. نيجي بقى للرز المعمر اللي مفيش اسهل منه. انا هعمله معاكم النهارده خفيف كده يعني، بصوا بطريقه سهله جدا من غير تعقيدات ولا اي حاجه. انا صراحه بعمله وبحط له زبادي على الوش وبحط له قشطه، بس ايه يعني انا عايزه اكل كده يكون خفيف ومن البيت، يعني عايزه حاجات تكون من البيت مش مكلفه. حطيت معلقه سمنه كده وحطيت الملح بتاعي. عايزه اقول لكم بقى ان الرز المعمر غير الرز العادي، الرز المعمر بيبان فيه الملح بسرعه، فخلي بالك وانتي بتحطي الملح. فركت كده السمنه بالرز وقلبتها. طبعا عندي اللبن اهو سخن بيغلي، نزلت بقى باللبن، غطيت وش الرز يعني بصوا غطيته. والمفروض ان انا ايه يعني يكون متغطي باللبن حبه كمان. بس الاول احط حبه الميه، برضو ميه هي مغليه، وحسيت ان هو محتاج حبه لبن تاني فهزود له لبن. انا بحب يا جماعه الرز المعمر يعني اللي هو ايه ما يكونش مفلفل قوي، يعني بحبه اللي هو يكون طري. رز معمر بقى اللي هو ايه يعني لازم أن يكون كده. يونس يا جماعه عايز يقول لكم حطوا لايك لماما. اعملوا لايك لماما. بعد بقى ما يونس قال لكم اعملوا لايك لماما، اعملوا لايك للرز المعمر يا جماعه. صراحه بصوا اكله هي ما كلفتناش اي حاجه، عندك الخير كله ان شاء الله، الرز واللبن عفوا وصينيه البطاطس. عايزه تعملي جنبيها خد يعني سلطه خضراء اعملي. انا كان عندي فلفل كده فحطيت منه حبه. بصوا جمال الرز يا جماعه بيتحدث عن نفسه. اهم حاجه تفتحي ياخد الوش الاول، اول ما يدخل الفرن سخن كده هيبقى يعني ايه هتلاقي الرز بسرعه غلي معاكي، هياخد الوش، روحي موطيه النار خالص وسيبيه بقى براحته. بصوا طالع تحفه اللهم بارك. طبعا يا جماعه اللي هيشوف الاكل دوت مش هيقتنع ان احنا مش عاملين ولا فراخ ولا لحمه، حاجه شيك وسهله وبسيطه وعلى قد ايدينا. جربوا وبالهنا.